مرحبا، حياكم الله مجموعة. هذا العمود هذا العمود لأبناء بكلاب، وأبناء بكلاب لا يمكن أن يكونوا من بني معقل، ولا يمكن أن يكونوا من ذرية جعفر السيد البتة. لماذا؟ لأن الفترة الزمنية التي هاجروا فيها من مصر كانت المئة الثالثة، أواخر المئة الثالثة وصلوا إلى المغرب الأقصى. وهذه الفترة فترة القرن الثالث الذي هاجر من الحجاز من الجعفريين الزينبيين هم محمد العالم ابن إبراهيم العرابي نفسه، وتوفي في تونس كما ذكر ذلك صاحب المطالب، كنوز المطالب في أنساب آل أبي طالب الذي هو ابن سعيد المغربي، وذرية أخيه إبراهيم. طبعا محمد العالم بن إبراهيم العرابي هذا من أهل القرن الثاني الهجري، لكن نحن نتكلم عن القرن الثالث الذي دخل إلى المغرب ذرية عبيد الله بن إبراهيم العرابي أخو جعفر السيد. فلا يمكن أن يكون أبي كلاب البتة من ذرية جعفر السيد، لأن ذرية جعفر السيد تأخرت في الهجرة إلى أواخر المئة الرابعة، يعني بعد سنة 366 حينما دخل العبيديين الحجاز وملكوه، ثم أنهم مثلا أمدوا العلويين بالقوة المعنوية والقوة الحسية، وكان بين العلويين الجعفريين حروب، والآن العلويين يرتكزون على دولة، والدولة هذه ضمت الحجاز، وبالتالي تضايق الجعفريين وظهروا من الحجاز، يعني خرجوا من الحجاز بعد سنة 366 هجرية. والذين خرجوا في تلك الفترة أكثرهم من ذرية جعفر السيد أمير الحجاز، لأنهم هم الذين كانت فيهم الرئاسة في الحجاز. وخرج مع جمهور الجعفريين عقيل، جدنا عقيل بن محمد بن علي بن يحيى العقيق الذي هو والد معقل، إلى صعيد مصر، ثم يعني وكان معقل حيا أواخر المئة الرابعة، وذريته يعني دخلت المئة الخامسة، وذريته يعني أحياء محمد صغير أبنائهم والذين انتقلوا، ولا علاقة لهم لا بأبي كلاب. وكيف يكون أبي كلاب حفيدا ابن لمعقل، حفيدا لمعقل، وهو معاصر له، ذاك في المغرب وهذا في مصر؟ كيف يعود حفيد الخامس أو الرابع؟ هذا من الخلط في الأنساب، بالتالي مثلا عمود نسب أبي كلاب الصحيح الذي جاء عند المقري في كتاب كنوز الأسرار كنوز الأسرار في نسب النبي المختار، هذه صورته: أبي كلاب بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن هزرج بن محمد بن علي ابن إبراهيم العرابي بن محمد الرئيس إلى آخره. طيب، الفترة الزمنية تدل على أنهم من ذرية عبيد الله بن إبراهيم العرابي. لماذا؟ لأن هذه الفترة هذا الفرع هو الذي انتقله منه مجموعة إلى المغرب، وهي مجموعة إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن إبراهيم العرابي. هكذا يكون التحقيق، ما يكون التحقيق كذا، لأن النسخ والفترة الزمنية والتصحيف والسقط وهذا يحصل في العمود. فحينما نريد أن نصحح هذا العمود ماذا نفعل؟ أول شيء أثبتنا نقلة هذا الفرع اللي هو عبيد الله بن إبراهيم العرابي، فرع من عبيد الله، أثبتنا نقلته في الفترة الزمنية التي ثبت دخول أسلاف أبي كلاب له إلى المغرب. أثبتنا أن هذا الفرع انتقل أين؟ المغرب. طيب خلاص،
ناخذ هذا الفرع اللي ينتقل المغرب، ناخذ عمود نسبه الصحيح من كتب الأنساب الطالبية، ثم نصحح العمود الذي جاء عند المقري. لإيش؟ لأن العمود ذاك فيه سقط وفيه تقديم وتأخير بس. فنقول هو أبي كلاب بن أحمد. رجعنا إبراهيم. ليش؟ لأن إبراهيم رجعنا إبراهيم لأن إبراهيم هو الجد. نقول أبي كلاب بن أحمد بن حامد ابن عزرج أو ابن هزرج أو ابن هراج، لا إشكال، لا إشكال، لا إشكال، لأنه حتى في بني معقل في بطن قال له الهراج، بس ما نعرف اسمه، هل هو لقب له، هل هو اسمه. على كل حال هراج ما في إشكال لما تقول أبي كلاب بن أحمد بن حامد بن هراج أو ابن عزرج أو ابن هزرج، ما في إشكال. لكن هذا ليس عمود جعفر السيد، هذا عمود إبراهيم عبيد الله بن العرابي. ما في إشكال إذا كان في أحد أجداده اسمه هراج، ما في إشكال، الأسماء تتشابه. فلا يعني هذا أن الهراج موسى هو لا، ما يعني هذا، ما بالضرورة. فتقول هراج ابن علي ابن إبراهيم اللي كان متقدم، إبراهيم اللي هو ذريته اللي هاجرت في القرن الثاني، إبراهيم بن محمد. أما يقول ومحمد اللي كان متقدم، محمد كان متقدم على علي، وتقول هراج بن محمد بن علي، ترجع محمد. وهذا حساب، هذا عنده حساب الفترة الزمنية. لا، هذا أبي كلاب من أهل القرن الرابع، الفترة الزمنية مهمة. فتقدر تصحح العمود على بهذه الطريقة، ترجع المتقدم وتقدم المتأخر وترجع السقط وتم العمود. هكذا يفعلون النسابين. فتقول أبي كلاب بن أحمد بن حامد بن هراج ابن علي ابن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الأعرابي ابن محمد الرئيس بن علي زين عبد الله. خلاص انتهت. ليه؟ هذا القرن الثالث، هذا هو الفرع اللي انتقل. والقرن الثالث ثبت أن أبناء أبي كلاب أسلافه أنهم القرن الثالث كانوا في المغرب، بنص المقري هو اللي قالها. قال وكان دخولهم إلى المغرب في خلافة المعتضد بالله العباسي، يعني أواخر المئة الثالثة. خلاص اعتنينا بإيش؟ قبضنا العامل الزمني وقبضنا النقلة وصححنا عليها العمود. فلا علاقة لمعقل بأبي كلاب نهائيا، بينهم 3 قرون، هذا دخلوا المئة السادسة وذوك دخلوا المئة الثالثة. هذا من ذرية جعفر الصيد بإبراهيم العرابي، وذوك من ذرية عبيد الله بن العرابي. لكن أعمدة الأنساب تختلط وهكذا. حتى هو يقول وجدت قومنا يرفعون، يعني هذا شيء وجد عليه قومه، وليس بالضرورة أن يكون إيش النسب التفصيلي عندهم صحيح، إنما النسب الأصل صحيح. أما جعفر لا شك ولا ريب، حتى قال مقدمته، قال منذ عقلت وجدت قومنا وفرهم الله ينتسبون إلى عبد الله بن جعفر وزينب بنت فاطمة بنت رسول الله صحيح. هذا كلام صحيح، هذا النسب صحيح. لكن يجي يفصل، والله مثلا ما أقصد التفصيل من عند حامد وانت جاي له، لا، ذاك هو ما أدرى به. يعني حامد مثلا هو أبي كلاب بن أحمد بن حامد، ربما يعود الجد الجامع لهم يعني حامد، أو الجد الجامع لهم علي بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله. فهمت؟ لكن المهم أنه إذا وصلوا من عند حامد وجايين له مخبر، أو عند علي وعرفوا أن علي جد من جدودهم، أنه هو والد من هراج، أو من عند هراج وجاي له، إذا فصله مخبر. لكن التوصيل في الفرع ثبت الموروث اللي عندهم أنه في خلط، لأنهم شبكوا عمودهم في عمود معقل عن طريق ابن لم يلده معقل، هو عقيل. طيب إذا رجعنا عقيل، معقل بن عقيل، وجاء بدل عقيل هذا جبل بدله حامد، نقولوا أيضا حامد ليس ابن من أبناء معقل، لأن أبناء معقل نص ابن خلد قال ومن إملاء نسابتهم أن معقلا جدهم له من الولد. شوف هذا الحصر المتين. أنا كنت نقول
أن ابن خلدون يقول ومن إملائنا الثابت أن معقل جدهم له ولدان. لا، لأن خلصت النص أعطى قوة للحصر، قال له من الولد، يعني ما في غيرهم مع محمد الصغير، له من الولد. بالتالي لازم نحن نفرقه بين، لأن فروع كثيرة دخلت المغرب، واضح. وفق الله الجميع لمرضاته.